تعالوا نعمل احلى صينيه رقاق تكون مقرمشه من بره وطريه وبتدوب في بقك من جوه. بصوا شكل الصينيه اللهم بارك عامله ازاي، طعمها في مكان تاني. معلقه كبيره من الزبده، معلقتين كبار من الزيت. استني لما يسخنوا كويس، انزلي ببصلايه كبيره وابدأي كده قلبي فيها لحد ما تدبل معاكي. انزلي من 350 جرام ل 500 جرام من اللحمه، عليهم رشتين من الملح ورشتين من الفلفل الاسود وفلفل الوان لو متوفر، او فلفل رومي او فلفل اخضر كده، قرنين حلوين كده اهو زي ما انت شايفه. بعد كده رشتين حلوين من الحبهان المطحون وزيهم من الكوبيبه الصيني، وابدأي شوحي في الجمال دوت تشويحتين حلوين. انزلي بقى بكوبايه من الحليب اللي بتغلي، عليهم كوبايتين من الشرب اللي بتغلي، ولازم تكون بتغلي جدا. وخليكي كريمه في السمنه، انا جايبه هنا حوالي كوبايه الا ربع من السمن، ممكن تستخدمي كمان اكتر. وحطي شويتين حلوين من السمن كده في قاع الصينيه ما بين كل رقاقه او رقاقه بتبليها. لازم تحطي كده اهو فرشه حلوه كده محترمه، يعني حوالي اكتر من معلقه كبيره كده ما بين كل رقاقه ورقاقه، علشان يطلع مورق كده ويضطر معاكي. لازم الشوربه والحليب يكونوا بيغلي جدا. انا بعمل صينيه الرقاق ب10 رقاقات، ممكن تعمليها ب8 لو انت حابه. حطي العصاق في النص، وفي كل مره زي ما قلت لك ما تنسيش السمن. درجه حراره عاليه على درجه حراره 200، ودخليها رف اوسط تقعد تقريبا نص ساعه. وذكر النهارده لا اله الا الله.